موروكو جيت، فضيحة مدوية تسببت في زعزعة مبنى البرلمان الأوروبي الذي يتجه نحو إسقاط الحصانة عن النواب البرلمانيين المتورطين في فضيحة الرشاوى مع نظام المخزن المتهم بشراء ذمم هؤلاء النواب خدمة لمصالحه يتقدمهم النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري. الفضيحة أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية، من بينها صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية التي أسهبت في انتقاد سياسات نظام المخزن والفساد المستشري في الداخل امتدت جذوره إلى القارة العجوز. البرلمان الأوروبي وإن انشغل بفضيحة من العيار الثقيل، إلا أن هذا لم يثنه عن ضبط عقارب ساعته هذا الخميس للتصويت على لائحة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب على خلفية التقارير السوداء التي وردته عن أوضاع حقوق الإنسان والصحفيين بالمغرب، وهي سابقة في تاريخ البرلمان الأوروبي. ليجد المواطن المغربي نفسه بين مطرقة تدهور المستوى المعيشي وسندان انتهاكات حقوقه كإنسان.